وفي تنمر ناعم؟ التنمر الناعم ده تنمر غير ملموس، يعني ما تقدريش تمسكيه وتعملي عليه ايفيدنس، اثباتات ان حصل تنمر يعني بشكل مثلا اوضح. يعني ما فيش شتيمه، ما فيش لفظ، ما فيش حاجه اتقالت قويه، بس في نفس الوقت تسببت في ازعاج الطرف الاخر. أيوة. يعني طبعا بالنسبه للكبار في الاعمال في الشغل او كده، تلاقي مثلا مجموعه موجودين مع بعض يجي يتجنبوا التصوير مع حد منهم، فده تنمر. لما مجموعه من الاشخاص يتكلموا كلهم مع بعض ويسيبوا الشخص التاني، أيوة. انت هتقولي لهم ايه؟ هتقول لهم انتوا مش يعني مش بتجيبوني ليه، او مش باكل معاكم ليه؟ فدي اشكال من انواع التنمر. الاطفال نفس الشيء، بنلاقي مثلا الاطفال في المدرسه يكونوا الاصدقاء مع بعض يتجنبوا الكلام مع حد من الاولاد، بالتالي الطفل ده بيحس بانزعاج رهيب. انا ليه بتعملوا معايا كده؟ ليه بتعملوا معايا كده؟ يجوا يلعبوا كوره مثلا ما يلعبوهوش، او يجوا بالزبط. يلعبوا بنات مع بعض ايا كانت لعب البنات ما يلعبوهاش معاهم. بالظبط. وبالتالي اللي بيحصل ان الطفل بيحس ان هو منزعج، مش بلعب معاهم يا حبيبي، طب احنا هنعمل لك ايه؟ يعني بيبقى الردود بتبقى بصراحة غير مجدية. ولازم احنا يبقى عندنا وعي ان التجاهل في حد ذاته تنمر، ان عدم الكلام بايجابيه وعدم المناقشه او المصارحه بمعنى اصح، ان دي شكل من اشكال التنمر. ناس كتير جدا بتعاني منها، وان هي بعد سنتين ممكن يكون ليها تاثير عصابي، يعني يبقى حاله مرضيه.